السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتي قناتكم لمتى من مطبخي. وصفتنا لنهار اليوم بريوش او خبزة تضفيرة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. نمر مباشرة لطريقة التحضير والمقادير. عندنا هنا نحتاج للعجينة كاس ونص حليب دافي. لازم الحليب يكون دافي بالعجينة تاعنا بالخف تخمر. نضيف لها بياض بيضة يكون بدرجة حرارة الغرفة، ومغرفة كبيرة خميرة الخبز، ومغرفة كبيرة سكر. نخلط كامل المكونات اللي عندي، خلطهم مليح تذوب كامل هذيك الخميرة في الحليب، ونجي نضيف حوالي ربع كاس زيت. نخلط مليح الزيت هذيك مع الحليب وكامل المكونات حتى يتخلطوا كامل. نجي نضيف الفرينة. هنا الفرينة ما راح نعطيكم بالكاس ولا بالعبر. هنا الفرينة كل وحده والفرينة تاعها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انا راح ندير قسمه نطملي العجينه برك، وراح نخلي العجينه تاعي طريه تتلصق شويه في اليد. هنا راني ضفت الفرينه. نضيف حوالي مغرف صغيره ملح ومغرف صغيره خميره الحلوى. هنا راني نضيف الخميره ونبدا نعجن، وبشوي بشوي نزيد الفرينه حتى تنطملي العجينه تاعي. العجينه تاعنا هذه العجينه راح تجي بزاف هشيشه وبزاف راح تعجب العائله تاعكم ان شاء الله. نعتمدها في بزاف من المملحات التوعي. هنا راني لميت العجينه تاعي، نجي نحبطها فوق طاوله العمل وندلقها حوالي 3 دقائق حتى العجينه تاعي تولي لنا رطبه. هنا راني ندلك فيها، واللي عندها العجانه تقدر ديرها في العجانه بلا ما تدلكها بيدها. كما راكم تشوفوا العجينه راهي تتلاصق. هنا راني عجنت العجينه تاعي حتى ولات العجينه رطبه متماسكه تتلاصق في اليد نوعا ما كما راكم تشوفوا. نجي ندهن الاناء اللي راح نديرها فيه بشويه زيت، ونحط العجينه تاعي تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنا مدة الخمورية تاعها قسمة نطيب الحشو اللي عندي. هنا الحشو عندنا نحتاجو هنا عندنا نصف صدر الدجاج كنت قطعته رقيق، ونحتاجو التوابل. عندنا كاري الدجاج، ملح، كركم، فلفل عكري، ثوم بودرة، ومغرفة صغيرة هريسة، ومغرفة صغيرة موطارد. وعندنا هنا حبة طماطيش مقطعة رقيق، وحبة بصل مقطعة رقيق، وعندنا فلفل حلو وفلفل حار مقطعين رقيق، وعندنا شوية مايس اختياري ماشي شرط. نجي نضيف توابل للدجاج تاعنا، ونزيد له شوية زيت باش تمشي لنا هذيك التتبيله كامل في الدجاج. هنا راني نسيت نصف عصير نصف حبة ليمون، اني ضفته في الاخير مي المقطع ما تحذف لي ما ضفتوش للفيديو. هنا الا حبيتي الدجاج تاعك يجيك طري بزاف تقدري تخليه يتمارينا في هذيك لا مارينا تاعو حوالي ساعه ولا ساعتين، تكوني غطيتيه وديريه في الثلاجه. هنا نجي نطيبوا الحشو تاعنا. نحط في مقله شويه زيت ونحط عليها الدجاج، نقلي هذاك الدجاج مليح، ونجي نضيف عليه البصلة والفلفل الحلو والفلفل الحار. هنا راني ضفتهم عليها، نقليهم مليح حتى يذبالوا لنا كامل. نجي نضيف عليها الطوماطيش. هنا راه ذبال لي كامل هذاك البصل وهذيك الفلفل. نجي نضيف عليه طوماطيش اللي عندي. هنا ما راحش ندير التوابل باسكو الدجاج تاعي ديجا راه فيه توابل. اللي تحب دير توابل دير توابل، التوابل اللي تحبهم. هنا نقلي هذيك طوماطيش مليح حتى طلقنا كامل هذاك الماء تاعها، ومن بعد يعاود ينشف. نجي نطفي عليها ونضيف لها شويه مايس، ما راحش نطيبه.
غير نطفيه نضيفه ونخلي الحشو تاعنا يبرد ونمر مباشرة للعجين. هنا بعد مرور حوالي 20 دقيقة ولا 25 دقيقة العجينة تاعي نلقاها ضحفت، ونجي نحبطها مباشرة فوق طاولة العمل بلا ما نخسر لها الخمر تاعها. كيما راكم تشوفوا تجي بزاف خفيفة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا نجي نحل العجينة تاعي مستطيل كبير فوق طاولة العمل، وماذا بيكم ترشوا الفرينة مليح، باسكو العجينة هذه خليناها طرية راح شوية تتلاصق لكم وتعذبكم. ماذا بيكم ترشوا الفرينة. هنا بعد ما حليت العجينة تاعي كامل كيما راكم تشوفوا، نجي نسقم لها الاطراف بموس ولا عفسه اللي تسقمي بيها نتيا، ونجي نقطعها كيما راكم تشوفوا. نصف العجين الفوقاني نخليه بلا ما نقطعوه، والنصف التحتاني نقطعوه شرائح كيما راكم تشوفوا. هنا اللي تقطعي بها كيما تحبي، انا قطعت بهذه تعجبني ديري شكل شباب، وانتيا ديري موس ولا واش عندك ديري. بعد ما كملت كامل نجي نظفر كل ثلاثة نظفرهم مع بعض. هنا راني ظفرت ثلاثة من قبل وجيت نوريكم هذه كما راكم تشوفوا. نظفروا بالوحدة، نزيد نوريكم واحدة أخرى ونبدا نظفر نكملهم كامل نعاود نرجع لكم. هنا راني كملت كامل، نجي نحطوا الحشو تاعنا في هذيك الجهة الفوقانية اللي ما قطعتهاش. نضيف لهنا شوية فرماج اختياري. هنا نجي نقلب نصف العجين اللي كان فوق الحشو، ونبقى نقلب فيها حتى نكمل العجينة تاعي كامل الطرف. هنا دوك نجي نقلبها فوق هذوك الضفيرات اللي كنت درتهم. سقميها بعقلك باسكو العجينة تاعنا ديجا طرية. في هذه المرحلة لازم تكوني شوية خفيفة به العجينة به الشكل يجيك شباب. سقميها بعقلك. هنا الشكل اللي تحبي ديريه، تحبي ديريها هكا وتقسميها على شحال من قطعة، ولا ديريها خبزة كيما راح نديرها، ولا حربوش تخليه كيما راه. هنا راني جيت نديرها في السنيوة اللي عندي. تحذف لي المقطع داك اللي ما قبل ما على باليش علاه. نجي نشكلها في السنيوة تاعي الشكل اللي نحبه انا، وانتيا والشكل اللي يساعدك ديريه. تقدري هذه العجينة تقسميها على زوج حرابيش. هنا سقميها بعقلك واعطيلها شكل شباب. هنا راني كملت كامل العجينة. لصق العجينة تاعي من الاطراف نلاقيها وين تلاقات نلصقها. هنا راني كملت الفطيرة تاعي. نجي ندهنها بصفر حبة بيض اللي كنت خليته من قبل، ونضيف له ملعقة صغيرة قهوة. ندهن الفطيرة تاعي كامل. هنا راني دهنت هذيك الفطيرة تاعنا. نجي نرش عليها شوية سانوج وشوية جلجلان راح يعطي لها شكل بزاف شباب كيما راكم تشوفوا. هنا ندخل الفطيرة تاعي للفرن على 180 درجة طيب النامل تحتها، ونعاود نشعلها من الفوق قسمة تتحمر ونعاود نرجع لكم. هاي ليكم الخبزة تاعنا ولا بريوش ضفيرة خرجتو من الفرن هذا وين جات بزاف خفيفة وجات محمرة الله الله كيما راكم تشوفوا. نتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم الوصفة وتجربوها تنجح معاكم. دوك نقسم معكم قطعة باش تشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. تجي بزاف بنينة والحشو ثاني بزاف بنين.
وإذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم واشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وشاركوا الوصفة مع أحباباتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.